أنا ملعونة صدقني، وربنا غضبان عليا. عشان خاطري اوعى حد يعرف أنا مين ولا اسمي ايه ولا يلمح على أي حاجة عني، عشان خاطري والنبي. أصل أنا بنضف في البيوت، ولو حد عرف إن عندي الإيدز بيتي هيتخرب. ما هو انت عارف هيخافوا مني وهيرموني في الشارع احسن يتعدوا غصب عني. والله ما باخدش العلاج بانتظام، ساعات ما بكونش قادرة على مشوار المستشفى عشان اصرف العلاج، وساعات بيكون عندي شغل، وساعات تانية ما بيكونش معايا حتى أجرة الميكروباص ولا التذكرة اللي بندفعها على الباب دي في الحميات. العلاج ما بيوصلش بالساهل كده. لما جوزي عرف ان عندي اللي عندي بهدلني ومسح بيا الأرض. اصله شايف ان انا اللي جبت البلا للبيت. لا، هو ما بيشتغلش، انا اللي بشتغل. كل ما اتلايم على قرشين بيضربني وياخدهم مني، بيقول انه بيعاقبني لان استاهل ولانه قرفان. انا بس مش فاهم هو منين قرفان ومنين بينام معايا بالغصب. نفسي يبطل، نفسي يحل عني ويفهم اني ملعونة وان البطن دي ما بتورثش غير اللعنة في الارض. ايوه، لحد دلوقتي مات لي 3. أصلهم بيتولدوا عيانين هم كمان، ويدوب قبل ما يكملوا السنتين ربنا بياخد أمانته. لسه فاضل لي عيلة واحدة قريب اهي هتتم السنتين. أنا عارفة إنها تعبانة، شايفة العيا فيها، لا بتتحرك زي اللي في سنها ولا بتاكل زي اللي في سنها، وعلى طول ضعفانة ونعسانة، تسخن فجأة من غير سبب. لا في فلوس لمنع حمل ولا في فلوس لعلاج. انا بس نفسي اي حاجه تحصل. ربنا كبير ورحمته واسعه، والله ببص له كتير بدأ يمكن ارتاح انا وهي.